البط بياكل بعضه، البط بياكل ريش بعض، البط نتِّف لحم بعض لحد كمان لمّا جاب دم. أنا عارفة إن السؤال ده بيتكرر كتير وبيحصل عند ناس كتير جدًا، جدًا، وعارفة إحساسكم إيه بالخسارة، لكن طبعًا بقى السؤال الحقيقي أعمل إيه لو البط عندي حصل له افتراس؟ لو البط بدأ ياكل ريش بعض ويشد ريش بعض لدرجة إن هو بيوصل للحم وبيعوّروا بعض كمان، وكده أنا ممكن على فكرة يكون فيها خسارة، يعني كده البط ممكن أولًا وزنه ما يزيدش وممكن كمان بعض البط ممكن يموت. طيب إيه الحل بقى؟ ده السؤال الحقيقي، إيه الحل اللي نعمله علشان نوقّف موضوع الافتراس نهائيًا؟ ده بقى اللي أنا هاقوله لكم في فيديو النهارده، هتوفّروا على نفسكم خسارة كبيرة، هنعمل خطوات هاقول لكم عليها، لو عملتوها هتوقّفوا الافتراس ده تمامًا. تابعوا بس معايا الفيديو دقيقة بدقيقة كده للنهاية علشان نوقّف موضوع الافتراس ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سمسمة، ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة. خلّونا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلّي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أول حاجة كده خلّينا الأول نقول بسم الله. أول حاجة يا جماعة قبل ما نقول الحل لازم نعرف السبب، عشان طبعًا طول ما السبب موجود هيفضل برضه الافتراس موجود وكمان هيرجع تاني. فخلّينا الأول نقول الأسباب وكل واحد فيكم هيشوف إيه السبب اللي عنده، هاقول لكم بقى الحل لو السبب دوّة موجود هتنتهي تمامًا، تمامًا موضوع الافتراس. أول حاجة هو نقص الأملاح والمعادن. يعني إيه نقص الأملاح والمعادن؟ يعني الطير بيبقى محتاج إن ياكل أكل يكون متوازن ويكون فيه أملاح معدنية، لمّا ما بيلاقيش الموضوع ده، فبالتالي بيبتدي يلجأ إن هو يشد الريش بتاع باقي الطيور. طيب عايزة أقول لكم إن هو دي بتحصل من إمتى؟ تقريبًا من عُمر شهر ونُص لعُمر الشهرين. ليه بالذات في عُمر شهر ونُص لعُمر الشهرين؟ لإن بيبقى لسه الريش بتاعهم طري، ما بيبقاش لسه نشف، بيبقى في مادة لزجة هم كده بيستطعموها وبيحبوها، ولمّا بيشدّوا الريش ويدوقوها دي بتعوّضهم عن الأملاح المعدنية، فبالتالي بيبتدوا تاني ياكلوا تاني ويشدّوا تاني ريش بعض. تاني حاجة هو نقص البروتين. يعني إيه برضه نقص البروتين؟ يعني أنتم يا جماعة شِلتوا العلف، يا شِلتوا العلف مرّة واحدة، يا إمّا أنتم قلّلتوا نسبة العلف بدري. يعني المفروض لحد الشهرين، أول شهر بياكلوا علف بادي، تاني شهر بياكلوا علف نامي، وبعدين بنبتدي نخلّط، برضه لازم يكون موجود في علف، وبرضه لازم النسبة الأكبر تكون موجودة هي العلف. لكن في ناس بتيجي على عُمر الشهر ونُص بقى تبتدي تخلّط وتبتدي مرّة واحدة تروح موقّفة العلف، فبالتالي بتنقّصي البروتين، والعلف ده برضه موجود فيه برضه الأملاح المعدنية، يعني هو موجود فيه الأملاح المعدنية اللي هم عايزينها، وموجود فيه نسبة البروتين الكاملة والكافية اللي هم محتاجينها. فنقص البروتين ده هو ده برضه اللي بيعمل لهم حكاية الافتراس ده. فإحنا ما ينفعش إن إحنا نيجي نقلل البروتين مرّة واحدة، أو ما ينفعش إن إحنا نسحب منّهم العلف مرّة واحدة. كمان عندنا اللي هو أنتم جوّعتوهم، يعني ما ينفعش إن إحنا برضه نجوّع أو إن إحنا برضه نعطّش، يعني الجوع أو العطش برضه بيعمل كده. في عندنا كمان الزحمة، يعني لو أنتم مثلًا عندكم المكان فيه مكان مُزدحم أو كده، ده بيخلّيهم برضه عصبيين وبيشدّوا في ريش بعض. لازم مساحة كافية لكل طير. وكمان لو الإضاءة عالية أوي عليهم، أو يعني بمعنى أصح الحَر، يعني لو أنتم مشغّلين مثلًا لمبة حمرا أو كده وفي إضاءة عالية وفي حرارة عالية، فده برضه بيعمل لهم نفس الحكاية، برضه بيعمل موضوع الافتراس. طَب إحنا عرفنا كده الأسباب، طَب هنيجي بقى نعالج إزاي؟ نقول بقى الحل السريع. أول حاجة وأهم حاجة تحصل أول ما تلاقوا إن في موضوع افتراس، فهو الفصل. لازم نفصل المُصاب وكمان نفصل اللي بيعُض. تمام. يعني إيه؟ يعني دلوقتي إحنا لقينا إن في طائر فيهم أو في بَطّة فيهم، فهي عمّالة يعني خلاص بان عليها موضوع الافتراس ده، وإن هي عمّالة تهاجم في باقي إخواتها. القطيع بتاع البَط دايمًا بيقلِّد بعضه، يعني أول ما بطاية هتبتدي تعمل كده، هتلاقي باقي البَط برضه هو كمان بيعمل كده، ويحصل برضه تاني عندهم موضوع الافتراس. فالحل إن إحنا، وكمان على فكرة المُصاب أول ما بيشوفوه إن هو منزّل دم كده أو مُصاب وفيه جرح، لازم برضه إن هم كمان بيبتدوا برضه يعضّوا فيه. فلازم نفصل أول حاجة المُصاب، أو إن إحنا نغطّي الجرح بتاعه، بنحُط عليه بيتادين، أو بنحُط عليه المَسّ الأزرق ده علشان خاطر ما يبانش الجرح يعني. ونعزل اللي هو بقى إيه، اللي ابتدى إن هو يفترس ده علشان باقي القطيع ما يقلّدوش. خلاص، ونبتدي بقى إن إحنا نعالج ده. هنشوف بقى لو إحنا عندنا نقص الأملاح المعدنية أو قلّلنا البروتين، نزوّد بقى يا جماعة البروتين، وزي ما قُلت لكم العلف، ثم العلف لازم نهتم بوجود العلف. العلف ده فيه عناصر غذائية مهمة جدًا. نقص الأملاح والمعادن، هنجيب ملح الطعام هنحط نُص معلقة على لتر المَيّة اللي بيشربوه، أو على المَيّة اللي بيشربوها، نُص معلقة ملح، الملح بتاعنا العادي ده. وهنجيب كمان كيس أملاح معدنية من البيطري،
برضه هنقدّم لهم الأملاح المعدنية دي، ونجيب طبق نحط فيه الصدف، نحط فيه رمل، ونحط فيه طوب اللي هو الأحمر ده يكون قالب طوب يكون مطحون، علشان دي وبرضه معاهم كيس كالسيوم عشان برضه دي حاجة اسمها تحديقة مهمة جدًا برضه بتمنع الافتراس مقوية ليهم ومقوية بالنسبة للكالسيوم والأملاح المعدنية، فده برضه مهم جدًا، جدًا. لو المكان بقى صغير يا جماعة لازم نبتدي إن إحنا نوسّع شوية، وسّعوا لهم ما تضيّقوش كده عليهم، يعني المتر المربع بياخد 5 بطّات لحد عُمر الدبح، فما نبقاش إن إحنا مكوّمين البط في مكان ضيّق، هيبتدي برضه لازم يحصل لهم الافتراس، زي ما قُلت لكم يكون في تهوية كويسة، ما يكونش في إضاءة عالية أوي، وكمان ما تكونش في حرارة زيادة، لإن الحرارة الزيادة بتهيّج أعصابهم وبتخلّيهم برضه إن هم يحصل لهم افتراس. لو إحنا عملنا كل ده وبرضه هو ما جابش نتيجة، فإحنا بنعمل إيه بقى ودي الخطوة بقى ده الحل النهائي والخطوة الحاسمة، هو إن إحنا بنقص جزء بسيط جدًا من المنقار اللي هو الضافر الجزء اللي من فوق، علشان يعني بلاش نزوّد أوي علشان يعرف ياكل، خلاص؟ بس بنقصها عشان هو لمّا بنقصها ونروح كاويينها كده على طول بأي حاجة تكون مثلًا معلقة أو سكينة كده سخنة ونروح كاويينها عشان ما تنزّلش دم، عشان الطائر يعني ما ينزفش، وحتّة صغيرة يا جماعة من الضفر اللي فوق. ده بيمنع وبيقلل جدًا من حتّة الافتراس دي، لإنه ما بيقدرش خلاص إن هو يشد الريش بتاع غيره، فبالتالي خلاص هو بيتعوّد بعد كده إن هو ما بيشدش خلاص الريش، ما بيحصلش موضوع الافتراس ده. دي كده الأسباب يا جماعة، لو طبّقتوا الكلام ده والله هتوقّفوا موضوع الافتراس نهائي. أهم حاجة الفيتامينات والأملاح المعدنية، لازم باستمرار نواصل عليها، ما نشيلش البروتين مرّة واحدة، دي خلاصة الكلام هالخصها لكم في 1، 2، 3، 4. آآ البروتين يا جماعة لازم ما نقلّلش العلف، ما نقلّلش العلف أو ما نشيلوش نهائيًا مرّة واحدة، لازم يعني عايزين تقلّلوا بالتدريج وبرضه ما يقلّش يكون هو النسبة الأكبر من الخلطة اللي أنتم بتعملوها، والكلام ده هنبتدي نخلّط لهم بعد الشهرين، يكونوا خدوا كفايتهم تمامًا من البروتين. الأملاح والفيتامينات لازم، الأملاح المعدنية لازم، ملح الطعام هنحط نُص معلقة على لتر المَيّة، الجوع والعطش بيعمل كده والله يا جماعة وعن تجربة. عن تجربة، الجوع والعطش بيخلّيهم يحصل لهم افتراس، طبعًا الافتراس أكتر فين، في المسكوفي وفي المولر زي ما أنتم عارفين، الباقي البلدي لأ، والفرنساوي برضه ما بيحصلش فيه نفس الحكاية، أو اللي هو البكيني الشرشيري ده. الجوع والعطش، يعني تمامًا ما نجوّعش، ما نعطّشش، المَيّة تبقى قدّامهم باستمرار، بلاش يجوعوا عشان ما يبتدوش إن هُم برضه يحصل عندهم موضوع افتراس، المكان لو ضيّق نوسّعه، قُلنا إيه تاني من الأسباب، الإضاءة بلاش نعلّيها عليهم أوي، وممكن نقفل بقى الإضاءة بالليل أو يعني نخلّيها إضاءة خافتة، هُم كده، كده بيشوفوا ياكلوا خلاص ويشربوا، وفي نفس الوقت يعني يكون إن إحنا مريّحينهم في موضوع الهضم ده، لمّا بتكون الإضاءة قليلة بيرتاحوا في موضوع الهضم، وبالتالي بياكلوا كمان أكتر وزنهم بيزيد. كمان الحرارة نكون في مكان جيد التهوية وما تبقاش فيه حرارة عالية. لو طبّقتوا الكلام ده وآخر حاجة زي ما قُلت لكم هو قص الضوافر اللي فوق، الجزء اللي فوق، جزء كده صغير اللي هو الضفر اللي هو المتني ده، هو ده بس اللي إحنا بنقصه ونكويه، هيبطّلوا موضوع الافتراس ده تمامًا، برضه كل الكلام اللي أنا قُلته لكم ده والله عن تجربة يا جماعة. ده كده لو طبّقتوا الكلام ده هتوقّفوا الافتراس نهائيًا، ده كده الحل العملي اللي أنا قُلته لكم وعن تجربة بالنسبة لي، اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات هل المشكلة دي حصلت معاكم والّا لأ، كان عندكم المشكلة دي سببها إيه، هل نقص البروتين والّا الأملاح؟ لو أنتم وصلتوا معايا لهنا استفدتوا بمعلومة ولو بسيطة، ما تنسوش تعملوا اشتراك، لايك للفيديو، شجعوني يا جماعة بجد عشان أقدر يعني أستمر في اللي أنا باقدمه لكم ده، اعملوا share كتير عشان غيرنا يستفاد، أشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير.